حقيقة ما وقع بين كواليس الصحافة الجزائرية والصحافة المغربية. الكاف خرج واحد المجموعه ديال الصناديق ديال واحد المشروب ديال مشتقات الحليب ووضعهم في المنطقه المختلطه، فالصحفيين الجزائريين تهافتوا عليهم لدرجه انهم ناري فضيحة فضيحة إلى ناض الصداع وديك الروينة كاملة ناضت على الحليب ودانون والمشتقات ديالو. راه مصيبة كارثية هذه. يعني ديك الهضرة اللي كتقال على أن الجزائر ما عندهم لا حليب لا دانون لا بنان ما عندهم والو، يعني راه ماشي هضرة خاوية، راه هضرة حقيقية. وهذا الشيء هو الدليل، هذا الشيء اللي طرا دابا. يعني حطوا لهم المشتقات ديال الحليب ودانون وبقاو يتخاطفوا عليها، شي يدفع شي يضرب شي، نوضوا الروينة. والله إلا مصيبة كبيرة إلا هذا هو المشكل، مشكل كبير يا أخي، إلى الصداع ناض على على الماكلة. بداو كيتخاصموا فضيحة. بعضياتهم، وهذا الشيء راه انتشر في واحد المجموعه ديال الفيديوهات. بداو كيتخاصموا على دوك المشتقات ديال داك المشروب. واحد الصحفي جزائري مني شافنا انهم لفتوا الانتباه ديالنا وبقينا كنشوفوا فيهم، هو يقول لهم راه بالعاني حطوا لكم هذا الشيء هذا باش ناري المغاربة بقاو يتفرجوا، الجزائريين يتزاحموا ويتخاطفوا على دانون والحليب، والمغاربة دهشوا بقاو مصدومين فيهم. ناري على نتوما تخاطفوا عليه بلان. ويصوروكم. فهذيك اللحظه هما يهاجمونا كيف ما كيبينوا الفيديوهات اللي انتشروا في مواقع التواصل. هاجمونا بواحد الطريقه بحال كاينين في الغابه، تعرضنا للضرب، تعرضنا مشكلة يا صاحبي. هذا كيبين المستوى المعيشي اللي كيعيشوه الناس الجزائر في بلادهم. الانسان اذا كان محروم من دانون ومحروم من الحليب ما كياكلوش، راه مصيبة هذه. الانسان مشتاق، شوف غير شافوا دانون والحليب ودانون نوضوا عليهم الروينة، فما بالك الا شافوا حوايج اخرين. وخويا الا هذا هو المشكل فعلا. انا سمعت هضره بانه نوضوا سطا على الحليب ودانون، ولكن ما دخلتليش لعقلي. قلت ما يمكنش الانسان كبير بعقله غادي يتزاحم ويتضارب على دانون والحليب، جاتني في شكل. ولكن ملي قالها هذا الصحافي، راه والله لا فضيحة من العيار الثقيل الصراحة. للسب والشتم. ما حاولناش اننا ندخلوا معاهم ولا نتجاوبوا معاهم بنفس الطريقه. كيف ما كتعرفوا الحمد لله المغرب بلاد ديال المؤسسات، بلاد ديال القانون. حاولنا اننا نكونوا هادئين شوف يا خويا، هما واخا دارو دوك التصرفات اللي ماشي من المستوى، المغاربة ديالنا ما بغاوش ينزلوا المستوى ديالهم، بقاو غير يتفرجوا فيهم. اصلا بقاو مصدومين فيهم، واش كيتضاربوا على دانون والحليب بحال عمرهم شافوا الخير. ولكن شوف فين وصلت يدي، واخويا يا خويا العجب.